اللي يصبر بينول يا جماعه، وانا بصراحه صبرت كتير قوي قوي قوي. تعالوا بقى اعمل لكم جوله حلوه، جوله حلوه في الشقه. الجوله اللي انا عملتها المره اللي فاتت مش حلوه خالص. رنا بتقول لي يا ماما ايه اللي القرف اللي انت عاملاه ده؟ الجولات ما بتبقاش كده خالص. تعالوا انا هوريكم بقى الجوله تبقى عامله ازاي. فرنا النهارده هي اللي هتعمل لنا الجوله، وتشوفوا بقى البيت كله بحذافيره بحذافيره. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، البيت بقى حاجه جميله وحاجه تانية. وانا وعدتكم ووفيت بوعدي، انتوا كمان يعني اوفوا بوعدكم وحطوا لايكات كتير قوي لرنا. حطوا لها لايكات واشتركوا في القناه عشان خاطرها. هي انا لسه منزله لها فيديو من شويه، عايزه اقول لكم كميه المشتركين اللي اشتركوا بسببها. هي انبسطت، فرحت قالت لي يلا يا ماما نعمل جوله بقى ايه، واشوف بقى جولتي ولا جولتك. فيلا بقى كده نثبت ان يلا نتنازل يا جماعه ونشوف جوله رنا. وانا متنازله وموافقه ان جولتها تبقى احسن من جولتي. يلا حطوا لها لايكات كتير واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش عشان خاطرها. و حطوا اللايك وصلوا بينا على الرسول. يلا بينا نشوف البيت ونشوف الجوله بتاعتنا. هنا دي فراخ انا مطلعاها تفك يعني عشان هنعمل فراخ النهارده. هي بتقول لكم هي خرصه ولا انا مش عارفه، يعني مش عارفه ايه يا بنتي لغه الاشاره دي. تعالوا هي بدات النهارده، هتبدا الجوله بتاعتها من هنا. مش مشكله، اهم حاجه الدنيا تبقى نظيفه وخلاص. مش مهم نبدا منين، مش مهم البدايه، المهم الختام. ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب. زي ما البيت بقى جميل كده وختامه مسك فعلا، يعني الحمد لله انا فرحانه. يعني عايزه اسيب الفيديو وانزل اسجد شكر لله من كتر الفرحه اللي انا فيها. فرحه مش سايعاني، بيتي بقى نظيف وبيتي بقى جميل، والفضل يرجع لربنا اولا، ثم سوسن وام محمد وامي وام عبد الله ومنى اختي وكل المتابعين الحلوين اللي واقفين معايا واقفه صح. الناس اللي بتحبني من قلبها بيحبوني صح. تعالوا نشوف الجوله بتاعت رنا احسن ولا جولتي. قولي لهم يا رنا يحطوا لايكات كتير للفيديو. يا جماعه انا تعبت في الفيديو ده، فحطوا لايكات كتير بقى، يعني على قد ما تقدروا. على قد ما تعالي ستك، انت مكسوفه. هي مكسوفه يا جماعه، مكسوفه عشان من زمان قوي ما سجلتش، فمكسوفه. كبرت بقى خلاص، بنتنا كبرت وبقت تتكسف. تعالى يا مودي انت قول لهم حطوا لايك بصوت عالي. حطوا لايك حطوا لايك واشتركوا وسبسكرايب باذن الله، وفعلوا زر الجرس بقى عشان نوصل مليون الف. مليون الف ايه؟ جنيه. مليون الف جنيه. ماشي يا جماعه تعالوا نشوف الجوله بتاعتنا. يا جماعه عايزين الفيديو ده بجد يكسر الدنيا، يعني عايزين كام قوي. عايزه كام لايك؟ تعبت في احنا نضحك على بعض. 10000 لايك. لا 5 لايكات. احمد عايز منكم 10000 يا جماعه. 10000 لايك ده كتير قوي يا رنا. عادي بقى، هو مش خساره فيا يا جماعه. ماشي يلا حطوا لها 10000 لايك. انا لما كان بيجي لي 1000 لايك كنت بفرح. انا بقى انت غير بصراحه، مش اصلا فيديوهاتي كانت زباله. الهضبه دي لا فيديوهاتي انا اللي كانت وحشه. الهضبه دي في الوسطى. الهضبه الوسطى يا جماعه ده انا خالتك سوسن هي اللي في الهضبه الوسطى. ليه في بصوا يا جماعه، احمد مغرم بالكلاب وعمال يشوف الاعلانات بتاع الكلاب للتبني. ففي حد تقريبا في الهضبه الوسطى بيقولوا انا عندي كلب تعالى خده. لا بيبيعوا كمان. بيبيع نتاية هاسكي للبيع. نتاية هاسكي للبيع بكام؟ 800 جنيه بس يا بلاش. اقسم بالله العظيم اجيبها اللي تنباع ب 7000 ونص. بتتباع هنا ب 7000 ونص. دماغنا بقى عشان بوظليش الفيديو لو سمحت لو سمحت. يلا بينا نشوف الجوله بتاعتنا وسيبكم بقى من الهاسك والكلاب. ده مش هتشوفوا الشقه تانية فعلا. ثانيه يا رنا، مش هتشوفوا ايه؟ مش هتشوفوا اي فتفوتة اي حاجه. الفيديو ده بيفكركم من الناس القديمه قوي اللي معايا، القديمه قوي 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 اللي معايا من 6-7 سنين كده. شوفوا مين اللي يعني الحركات اللي انتوا بتشوفوها والكلام اللي انتوا شايفينه ده كله والمنظر اللي انتوا شايفينه ده كله بيفكركم بمين؟ شخصيه كده كانت معانا بتعمل نفس اللي توته بتعمله كده. بالمناسبه انا بقول لها توته عادي، انا بدلعها بتوته وخلاص، مع ان توته ملوش علاقه باسمها خالص، ما فيش ولا حرف اصلا. رنا توته. رنا توته، بس مش مشكله عادي هي توته. ده انا اكتشفت كمان ان في امهات كتير بتدلع بناتها توته، وريم برضو بقول لها توته. وليالي يا توته. والله العظيم اي بنت بالنسبه لي بقول لها يا توته. مش عارفه ايه العلاقه يعني، بس يلا اسم جميل حلو. تعالوا شوفوا بقى توته بتعمل ايه. حطوا لايكات كتير لتوته. تحت السرير يعني هي هنا بتوريكم ان تحت السرير مفيش اي حاجه والدنيا رايقه. انا عارفه انا تعبت بس في الاول، بس بعد كده ارتاح بقى، اللي هو انا هنضف كل يوم كده نص ساعه ان شاء الله، بس البيت هيبقى تحفه. بتفكركم بمين يا جماعه؟ توته شوفي هنا كمان بتعدل الكوتشيات بتاع اخواتها. توته الصغيره بتفكركم بمين؟ مش بتوته كبيره. توته كبيره. توته كبيره الله يرجعها لنا بالسلامه. بس يا جالك شلل ولا ايه؟ ايه يا ابني في ايه؟
جاله كارت ب 100 جنيه. لو اصور لكم صورة احمد دلوقتي قلبي يا ابني هيتجنن على الكلاب، هيتجنن. وانا هتجنن على موبايل. واحدة هتتجنن على موبايل والتانية هيتجنن على كلب، وانا هتجنن في وسطيهم. المهم الفيديو ده فاني كده ومضحك يا جماعة، فعايزاكم بقى بصوا هيصونا لايكات. خلاص بقى زمن الايه انتهى، زمن القرف العفانة انتهى خلاص. بعد الفيديو ده مش هتلاقي الاوضه دي بابا دي قافلها. الاوضه السريه محدش بيخشها يا جماعه. هي نظيفه زي الفل، بس بابا قافلها، بابانا يعني ابوهم يعني. كلها كانت وسخه، هي الوحيده اللي بتبقى نظيفه. طب الناس ذنبهم ايه في المورستان اللي انا عايشه فيه ده؟ ماما 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 ايه؟ طب بابا فبصوا هي اشهر اسماء الكلاب هاسك وجيرمان اشهر اسماء يعني هم انا عارف نوع بندق. طب استنى لاسي، كلبه لاسي، ريسك. امال ايه؟ هو احنا بالنسبه لنا احنا جيل السبعينات والثمانينات اشهر اسمين للكلاب ريسك ولاسي. فاكرينك مين اللي كان بيسمع الكلبه لاسي في سينما الاطفال؟ سينما الاطفال اسماء الكلاب لاسي وريسك، ماكس، جاك، سيمبا، تايجر، روكي. هنا غرفة البنات اهي زي ما انتم شايفين، وهنوريكم بقى البلكونة وهنوريكم كل حاجة، وعايزاكم تحطوا لايكات كتير قد الدنيا دي للفيديو ده. الفيديو ده جامد جامد جامد، عايزين نكسر الدنيا لان الفيديوهات اللي جايه يعني مش هتلاقوا بجد حاجه تراب واحد يعني مش كده وبس احنا هنتطور بقى في كل حاجه. في فتافيت يا رنا في البلكونه اهي ما كنستيهاش كويس. احنا كنا فين وبقينا فين يا جماعه؟ احنا كنا فين وبقينا فين. ده الفيو بتاع البلكونه، بس ما عرفتش اصور كويس عشان في ناس بتبقى قاعده قصاد البلكونه، فايه ما بعرفش اخد راحتي في التصوير يعني. رنا بقى عدوة ان الشبابيك والبيبان تبقى مفتوحه. ايوه بجد، اصل التراب هيخش وهيبوظ اللي انا عملته. صح، فهي على طول قاعدين على الطريق التراب بيبهدل الدنيا بقى. فعلى طول ايه يا دوبك بس بتفتح لمده دقيقه بس كده عشان افرجكم وتقفل بسرعه. يلا مش مشكله، مش اشكال. لما نشوف يا رنا الفيديو بتاعك هيجيب كام لايك. بس يا بلا جماعه بلا بتاع الفيديو بتاع ماما احلى ولا الفيديو بتاعي؟ ماشي. عنده كلب عايز يبيعه وعايز اللي عندها كلب فيكم يا جماعه عايزه تبيعه او للتبني تكلمونا واتس. احمد هيموت على كلب، بس انا طبعا منعه الكلاب تخش البيت. لا قولي ليه بقى؟ عشان الكلب حرام ان هو يبقى موجود في البيت. ايوه يا بنت عماله. طب ما انت خليكي ذكيه بقى. خليني ذكيه ازاي؟ ما انا ذكيه. يعني انا احط مثلا هنا في ممنوع ان هو يبقى في البيت الا لاسباب يعني حراسه. واحنا خلاص يعني احنا عندنا الملايين يعني نجيب كلب يحرسها؟ مش هيضحك على بعض. هيحرس ال 70 جنيه اللي في الاستيك اللي جوه في جيب الجاكيت بتاعي. المهم يا ولاد هنا الايه، هنا السراير. في اختي قالت لي هاتي ملايات حلوه عشان الملايات اللي انت عشان اللي مقصراها يا بنت بس بقى عشان اللي مقصراها، عشان الملايات دي قصيره كده مش حلوه. هي رنا اللي مقصراها، لكن هي طويله وكبيره وحلوه على فكره وجديده. ماشي ان شاء الله ربنا يسهل. لا عيب ما تتكلميش كده. لا اصل عادي كل واحد يقول رايه براحته. ايوه ماشي بس مش عارفه. فهي عادي، هي الملايات مش عاجباها عادي، بتقول رايها عادي. واحنا ان شاء الله باذن الله نبدا نجيب ملايات ونتطور ان شاء الله واحده واحده ان شاء الله. الصاله الثانيه بنوريها لكم. الصاله الثانيه بنوريها لكم عشان تحفظوا بقى، عشان تحفظوا المناظر دي. أيوة. هنا بقى الاخ قاعد عمال كاتب في السيرش بتاع جوجل كلاب للتبني. بجد والله، بس هي مش باين قوي. كلاب للتبني. طب مش للبيع؟ عشان هو ما معهوش فلوس. معيش فلوس دي معاك على قد ايه؟ على قد كلاب اقل حاجه فيهم على قد لبس العيد. انا بحوش 1000 جنيه. كداب ما حصلش. 200 جنيه 200 جنيه وانا 0 جنيه. يوسف واحد صاحبي اسمه يوسف. لا هم عارفين يوسف. ده مش عارفينه، ده حافظينه اكتر منك. بجد اخويا اسمه يوسف. مش اخوك يعني، صاحبك كانه اخوك. صاحبي اسمه يوسف. هيجمعوا على بعض فلوس وبعد كده هيشتري كلب. هيحوشوا هما الاثنين مع بعض ويشتروا كلب. خلينا بقى في الفيديو كفايه قوي كده، لحسن كده خلاص الناس هيزقوا مننا كده. هنا بقى ايه الاوضه الكبيره اهي، محدش هنا بيستعملها خالص في الصيف عشان كده سهله. حر ولعه نار. ماشي. هنا بقى بتاع الروبابيكي كان بيعدي، فهم محوشين شويه روبابيكي وعايزين يبقى. قلت لهم انا مش فاضيه دلوقتي. ايه الصراحه دي؟
ايوه عادي، ما هي فيديوهاتي كده. بصراحة، ده كل تفاصيل انا كده عرفت، الناس عرفت كل حاجه عننا ليه؟ بسبب ماما. ده بتقول كل تفصيله، احنا واقفين في الشمال، لا ده هم كانوا مستنيين بتاع الربابيكي، وانا قلت لهم لا عشان مش فاضيه، عشان هروح اودي بنت اختي للدكتور. يعني بصوا بتسجل لكم دلوقتي سبحان الله يا ما انا لسه هروح ها. فقلت لهم لا انا مش فاضيه لبتاع الربابيكي. هتقولي لي طب ما تخليهم هم ينزلوا يبيعوا الربابيكي اللي هم عشان بيضحك علينا، بيضحك عليهم. بس هقول لكم كل حاجه. لكن ماما بقى بتضحك على الراجل. مش بضحك والله العظيم. المره اللي فاتت بعنا له شويه حاجات كده ب 100 جنيه اكياس على مش عارف شويه بلاستيكات. مش عارفه اجيب اللي فوق ده. التيشيرت اللي فوق اللي على الدولاب ده، استنى هقول لهم قصته ايه. انس ما بيحبش الالوان دي خالص، مع انه هو اللي كان شاريه. هو بيحب الاسود او التيشيرتات السوداء او الابيض، ابيض او اسود. ايه يا رنا مستغربه عشان بحكي تفاصيل التفاصيل. المهم ايه، كان عايز التيشيرت الاسود، فكل التيشيرتات بتاعته ما كانتش لسه اتغسلت. فبقول له خد التيشيرت الليموني ده البسه على مغسلك التانية. راح ماسكه قال لي هو ده التيشيرت اللي انت عاوزاني البسه، وطرخ راح رمولي على الدولاب. مع هو اللي جايبه اصلا، جايبه بس ما بيحبش الالوان دي، ندم. فبقيت انا وماما بنلبسه، فاحنا ورانا بنلبسه عادي. هو كده اوفر سايز. فبقول لرنا لو جدعه تنزلي لي منها قصيره. انت مش قصيره، انت عسل. ايوه قصيره بصراحه، بس عادي يعني جميله طول الجميل. انت كلك على بعضك عسل يا رنا. شكرا. كلك على بعضك وحشه. انت كلك على بعضك عسل يا مودي. كده غيره بقى. لا مش غيره، انتوا كلك على بعضك وحشه يبقى انتوا الاثنين امارات. انا مخلفه عسلات مش عيال. بعد الفيديو يا جماعه الحقونا. ليه هتضربني؟ اضربكم؟ لا يا رنا عيب. قصدك ان انا منافقه؟ هنا انا نزلته لها شويه قلت لها لو كانت كمان شبيت يا جماعه. هو طبعا مليان تراب من على الدولاب، نزليه بالراحه ويلا حطيه في ثبت الغسيل. جدع شاطره. اللي عنده كلب انا بسعر 500 جنيه. اللي عنده كلب بسعر 500 جنيه يبعت يا جماعه في الثبت. اقل من 500 عادي، اكتر من 700 ما خلاص بقى. هنا بقى تعالى اوريكم كل حاجه. الحمام ده احلى حاجه انا عاملاها. ليه؟ ريحته جميله. وهي كان عندي، انا كنت شاريه معطر كده من عند بتاع المنظفات بنحطه في ميه المسح. والحمام بتاعنا جميل اصلا. هي بتحب الحمام، معرفش ليه. معرفش. السيراميك بتاعه كده. هو شكله حلو. لا السيراميك بتاعه تركي. مختلف. لا مش تركي. لا تركي. لا الاتراك حاجه تانية. المهم في اخت تركيه معانا هنا. انا بصراحه استغربت جدا، كاتبالي في الكومنتات عفارم. فانا والله العظيم بهزر معاها بقول لها عفارم، محسساني كده ان انا قاعده قدام فيديو ابيض واسود اللي هو ايه ايام انور وجدي واسمه التاني بتاع عفارم. يعني شاطره او برافو حاجه زي كده. انت عارفاها؟ عارفاها ازاي؟ بجد؟ انت درستيها في دراسات؟ لا دراسات ايه؟ عفارم. امال عرفتيها ازاي؟ دراسات ريم بتسمع حاجات. بتسمعها صح ريم عشان بتسمع مسلسلات صح. عفارم عليك. معناها برافو او شاطره. زي ما انا قلت كده. فالمهم بهزر معاها بقول لها محسساني ان انا قاعده قدام فيلم ابيض واسود. فراحت قالت لي لا انا اصلا تركيه بس بفهم عربي، وحتى كاتبالي الكومنت كله بالعربي. عفارم عليكي. ده كمان مش عربي، لا ده مصري باللهجه المصريه كمان. فاهلا وسهلا بيكي معانا يا تركيا قمر. واي حد من اي بلد غير عربيه اكتب لي في الكومنتات عشان اعرف ارحب بيه كويس. بجد فرحت بيها قوي، مش عارفه ليه يعني. تركيا جميله. لا تركيا جميله، كلنا بنحب تركيا طبعا. انا نفسي اروحها قوي. احمد بقول له كلنا بنحب تركيا، فبيقول لي ما عدا انا بعشقها. بس في ناس بتقول اقفلوا الباب الحمام. في ناس مش متعودين على كده هنتعود. هو فعلا على اي حاجه انت هتقولها وبتقول لك العروسه اللي على الباب دي حرام غلط. ما ديت فعلا. هنبقى فعلا يا جماعه احنا مش بنكبر في الغلط. يعني هنا رنا مسحت الثلاجه. ما ينفعش يبقى فيه روح في البيت. ما ينفعش يبقى فيه اي صور روح في البيت. فهنبقى نجيب ستيكر او نغير الباب كله. عايز يتغير اصلا. هو مكسر اصلا. باب مكسر. يعني حد جوه الحمام بس بقى الفضايح دي انا اقول الحاجات اللي بتبقى عادي والله. لكن انت ما تعكيش الدنيا. مش بقول التفاصيل قوي كده يا جماعه عشان تعبت. هنا بقى كانت تعبتي من ايه يا اختي؟ تعبت من ايه يا ضنايا؟ تعبت من الجولة يا جماعة. فيلا لايكات كتير لرنونة الأمورة. والمطبخ ده انا اللي عاملاه. وهنا بقى الفرن دوت انا لسه شارياه جديد. ما بتقول عليه ميكرويف بس هو مش ميكرويف اصلا. فانا اول ما جبته ضحكت عليه وقلت لهم ان هو ميكرويف، ففرحوا. ميكرويف بيلف يا جماعه من جوه، بيبقى فيه طبق بيلف. فاكتشفوا بعد كده ان هو فرن عادي بس حلو شغال. وهنا دي الفراخ بتاعتنا، هي مطلعه لهم فراخ. هنعمل لهم فراخ النهارده.
نتغدى فراخ، ده- وهنا الرز ده عشان هعمل بيه محشي، بس مش عارفه هلحق اعمل محشي ولا لا عشان بنت اختي عيانه. النهارده دلوقتي بعد العصر. هروح ليالي عيانه قوي، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. طبعا انتوا عارفين ليالي يا جماعه عيانه، عيانه جدا، اديلها وهي يومين. دلوقتي في فتره الامتحان بتاعها. يا قلب امها مش عارفه بتمتحن، تذاكر يا عيني. قلب امها بتمتحن وعيانه خالص من اول امبارح، شغاله ترجيع، وامها عيانه اكتر منها، فمش عارفين يعني. انا عايزه اروح اخدها منها واوديها انا للدكتور، لان امها تعبانه برضو، امها تعبانه مش قادره لا تروح ولا تيجي، فالله يكون في عونهم، الله يشفيهم ويعافيهم يا رب. فعايزه الحق اخلص بسرعه عشان انت ما جبتهاش وانت جايه ليه؟ ما اعرفش اهو اللي حصل بقى، كانت في الامتحان. انا كنت لسه في البلد دلوقتي والله. هنا انت بتشاوري لهم على المسحوق، بتقولي لهم ايه؟ نوع مش نوع كويس، غالي. غالي ومش كويس، انا ما اعرفش كويس ولا مش كويس، ما بينضفش. ب 450. 350 شوف التلاجة انا مسحها من بره بس من جوه لسه من استغفر جوه. الله من جوه استغفر، ما تبقيش صريحه قوي كده. يعني. بجد من جوه استغفر الله، انا فاكره هم عارفينها والله، هم عارفينها وحافظينها من جوه عامله ازاي، فهننضفها النهارده ان شاء الله بالليل بعد ما ارجع من عند الدكتور، عشان زي ما قلت لكم كده كده اللي هجيب لها هنشوف لسه. خالتكم منى اللي هتجيبها ولا نعمل ايه مش عارفين. مع بجد زعلانه قوي ان الفيديو بيخلص. لا لسه الفيديو قدامه 4 دقايق اهو. ماشي 4 دقايق كده بلول الزوايا. يلا قولوا بقى يا جماعه ايه رايكم في الجوله دي، وانا عارفه ان احنا ولا بتاعت ماما صدعناكم. أحلى؟ بتاعتي انا احلى ولا بس بتاعتي بتاعت اكيد انا، لا بتاعت ماما طبعا. لا بتاع رنا احلى بصراحه. بتاعت ماما احلى. اصل انا جيت في اخر الجوله بتاعتي وعكيت ورحت طالعه مصوره لهم السطح، مصوره لهم قدام سطح؟ الشقه عشان اقول لهم يعني ان لسه في حاجات تانية. مفيش داعي، كان المفروض تبقى الجوله كده ايه هنا طبعا. بسيطة كده. رنا بتقول لكم ايه ان ده غلط وده بكره هعمله. بصوا هخليه لكم أسيوط ولا قريبة من هنا. اسيوط طبعاً قريبه يا جماعة جدا يا خلاص دوبك، امتحانات. اسيوط قريبه جدا يا دوبك، بس لما مثلا حد يقول لك هديك شلوت هوديك اسيوط يعني عشان هي اخر. اسيوط قريبه جدا لدرجه ان هي بس بيننا وبينها بتاع 20 ساعه بالقطر. 20 ساعه بسيطه خالص، حته صغيره، فركه كعب. يعني احنا في الجيزه، لا ده هي قبل اسكندريه بحري. احنا في الجيزه يا جماعه، وبيقول لك اسيوط قريبه مننا، فردوا انتوا بقى. عيط. المهم هنا بقى زي ما انتم شايفين المطبخ. رنا انت وعدتيهم. والله بصوا يا جماعه حركه هبله بس حلوه مش مشكله. اضحكوا هزعل. كر 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 كر. رنا وعدت ان هي هتعمل ذره في هتعرفي يا رنا. وهعمل التلاجة والبوتاجاز ده كده والتلاجة لا الموبايل. لا زرع مش اختي والله بيهان عشان حر، كرينا الجو حر قوي، حر ولعة، فالموبايلات كلها زي الزفت. خلي بالك من المنشأ في الإنسان. سكرينا وعملت ولاد الشاي شحنت معاكي بجد ده بقى تحفة. وريني تمشي الحلوة ايه؟ والله تحفة. بصي اهم حاجة يتلبس. انت قلبتها عربي ليه يا بابا؟ شوف تحفة. الاحمر ده اه يا ايه حلو قوي. بس صغير يا ابني عليه، يا ابني صغير جدا انت مش صغير ده هو فاهم خام فيها تبص بتعمل يا حبيبي، صغير عليك، بيظهر لسه لا كعبك طالع منه من ورا، كعبك طالع منه. كده طلع انت عاجبك يعني؟ بجد جميل قوي. 100 جنيه عاجبك؟ هيبقى موبايل اللي زيه بصي. ب 250 جنيه عشان بس ده سيليكون، يقول لك ده سيليكون اصل ده بس. قلت له يا عم اجيب لك ده ولا باظ اجيب لك واحد تاني. حبيبي ده عشان ضيق هيتقطع منك. لا خد يا في شبكة. ماشي امسك. أعمل إيه؟ المكوى بس دي جديده، انا قلبت ليه؟ قلبت كده عشان توديك كده اتصل. الحاجات دي انا بحب ايه بتوفر لي كتير. بصي بالمكوى انا عملت كل حاجه اللي انت عاوزاها، مش ناقص حاجه. يلا المكوى يا رنا، انت عارفه اخرها ايه؟ عارفه ده ايه؟ هعمله كده. انت فاهم مش فاهم؟ ايه ده؟ اتك الاول، ايه اتك الاول. انت صلحتيش الشاشة ليه؟ اخليه معمول لي كده. انت خليك كذا معايا. ماشي والله ماشي. طب ماشي ايه؟ هعمله كده وهظبطه. يعني على الخط ده. ايوه ماشي. وده غسلنا الودن، غسلنا الودن اليمين. بقى بيسمع يعني كويس يا انا. يا احمد
سامعني؟ مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. يلا يا رب. اي خدمه. هديك يا بابا بس مش فلوس كتيرة يعني. ايه؟ على قد خلي بالك انت حطيتيني في وش المدفع. انت مش عارف لسه خالص.